طبعًا إن إحنا يعني بقينا مؤخرًا بننتج أعمال دراما وطنية، أعتقد ده حاجة يعني كل الناس كانت مستنياها، الجمهور نفسه كان بيطلبها، المتخصصين نفسهم اللي في الفن كانوا مستنيينها، يمكن كنا بنعيد المسلسلات والدراما اللي كنا بنعملها من فترة السبعينات وحرب أكتوبر، بس بعد كده الجيل الجديد والأجيال الجديدة بقت عايزة حاجة تشوفها لسه قريبة، حاجة لسه حاصلة من فترة وتتوثق بالفعل في حاجات أو في حبكة بقى درامية ومشاهد زي اللي بنشوفها واعمال زي اللي بنشوفها. اعتقد دي حطتنا في حته تانية وخلت فعلا يبقى في حس وطني بيقوى يوم عن يوم، يعني يوم عن يوم عند الشباب دي وعند الجيل اللي بيتفرج دلوقتي. هي طبعا مفيش شك ان دراما الوعي بقت خلاص جزء من الدراما اللي احنا بنحبها والجمهور اثبت اللي هو بيحبها، لكن في حاجه عجباني جدا في الموضوع ده انها بتتنفذ بشكل سليم جدا. الديكور، اماكن التصوير، الملابس، الحوار، كل الحاجات دي طبعا تحت اشراف القوات المسلحه بتتم على اكمل وجه. صح. لان احنا كنا دايما بننبهر بالافلام والمسلسلات الامريكيه اللي بتتعرض في هوليوود وكده، واحنا اثبتنا ان احنا واخدين خطوات ونقدر نعمل اكتر واكتر واكتر، واخدين خطوات حقيقي جيده وصوره مبهره. ازاي هتقدري تفرجي اطفال على افلام كانت من السبعينات ومن الثمانينات؟ ازاي هينبهروا وانت عندك المنصات دلوقتي مفتوحه جدا على الافلام دي؟ هيفضل في مقارنه. انا شايفه ان احنا قطعنا شوط كبير قوي في الحته دي حقيقي. اللي احنا خلاص الكواليتي بتاعتنا بقت عاليه جدا 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 بالاختيار باجزائه كلها، حرب، الكتيبه 101، حتى اختيار الممثلين، فاهمه قصدي؟ ان هم شبه الابطال، ودي مش حاجه بس كده، الممثلين كويسين على كل الاصعده. انا شايفه الحقيقي الكاست برضو في مميز جدا وكاست كبير يا دينا، يعني في تنوع كبير، في ممثلين كتير بيقدموا ادوار. يمكن ده برضو رجعنا نشوفه مؤخرا، ما كناش بنشوفه، كان المسلسل بيبقى خلاص بطل او بطلين بالكتير، لا مؤخرا بالاخص في الاعمال الوطنيه بدانا نشوف ان في تنوع كبير في الممثلين اللي بيبقوا بيقدموا، اجيال كبير، يعني جيل كبير وجيل وسط وجيل صغير. دي من الحاجات برضو اللي بتبقى ملفته جدا. وعلى صعيد تاني برضو عندك الافلام، يعني فيلم مثلا زي الممر وفيلم السرب اللي هم اعلنوا عليه هينزل قريب. الافلام دي كلها برضو مهمه قوي، لانك ممكن تكوني زي ما احنا قلنا في ناس بتواكب العصر، بتبقى موجوده وعايشه معانا بس بيغيب عنهم حاجات، بننسى، ما بنبقاش عارفين كل الحقائق. صح. فانا شايفه الافلام والمسلسلات دي خطوه مهمه قوي، اللي هي تدوكيمنت او تبقى موجوده عندك للتاريخ وبحبكه فنيه في نفس الوقت، يعني غير الافلام الوثائقيه اللي احنا بنعملها، بس دي للناس اللي بتحب الدراما والفن بالزبط. هيلاقوا ده وهيروحوا له. مع ان عايزين بس نقول حاجه، ان الاعمال دي بتبقى صعبه جدا في التنفيذ، لان هي بتبقى محتاجه معدات خاصه، تكاليف عاليه جدا، لوكيشنز او اماكن تصوير بتبقى لازم تبقى متشابهه جدا. ودي المفاجاه اللي قالها المخرج، ان بعض الاماكن كنا مفكرينها دي الاماكن الحقيقيه بتاعت الواقعه نفسها، بس المخرج محمد سلامه قال ان هو عمل معاينه للمكان وبعد كده بنى اللوكيشن او الديكور بنفس الشبه بالظبط. يعني دي كانت مفاجاه، استغرق وقت كتير جدا ومعاينات كتيره قوي وفلوس كتيره جدا. عشان كده لازم شركات انتاج كبيره ومحترمه هي اللي تعمل الحاجات دي، لانها لو ما اتعملتش مظبوط مش هتبقى حلوه، فاهمه قصدي؟ صح. وانا شايفه ان احداثنا وتاريخنا يستاهل ان احنا نعمل المسلسلات دي تاني والافلام دي تاني، لاننا اكيد عندنا حكاوي كتير قوي ممكن تتحكي يعني. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.